بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد وحاجة جديدة في الغسالة التوشيبا 10 كيلو اللي قدام حضراتكم دي. طبعا الغسالة دي يا جماعة مشكلتها إن هي مش بتطرد المية ولا بتعصر، وطبعا حضراتكم شايفين شكل المية لونها متغير، لان المية طبعا متراكمة فيها بقالها اكتر من 10 ايام، وطبعا عاملة ريحة جدا يعني لا تطاق. ولكن طبعا العميل ما كانش عارف يوصل لحد في قسم الصيانة، فاتصل بينا طبعا العميل، فاحنا بنروح نحاول ان احنا نكشف على الغسالة ونشوف المشكلة فيه. فاحنا طبعا كشفنا على الطرمبة شغالة، حاولنا ننزل الخرطوم على الارض ونشد الشداد، برضو مفيش اي استجابة، والغسالة طبعا فيها سدد. طبعا فكينا الخرطوم بتاع الحلة ده، طبعا برضو الغسالة ما نزلتش المية. معنى كده طبعا ان في حاجة في المجموعة دي سد المية زي ما حضراتكم شايفين. المجموعة دي طبعا بيبقى راكب فيها الكاوتشة بتاعت الصرف ومربوطة بالصامولة اللي حضراتكم شفتوني فكيتها دي. انا بحاول طبعا لان في حاجة جوه كده، انا بحاول ان انا اقربها شوية علشان اشدها، هي دي المتسببة في المشكلة. طبعا لما بيقابلنا حاجة زي دي يا جماعة، احنا اول حاجة الاول بنكشف على الطرمبة نشوفها شغالة ولا لا. لو الطرمبة شغالة يبقى المشكلة في حاجة في الصرف، ممكن يكون الشداد. طبعا تشوفوا زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هيخرج معانا ببنزابوز طويل كده ولا حاجة نقدر نشد بيها الحاجة اللي سادة. زي ما حضراتكم شايفين قطعة قماش ساقطة بين الحالتين هي المتسببة في المشكلة دي. فإحنا علشان نحدد المشكلة عدم الصرف وعدم العصر في الغسالة، الأول بنكشف على الطرمبة وبنكشف على الشداد وبنفك الخرطومة اللي حضراتكم شايفين ونشد الشداد. لو مية نزلت يبقى كده المشكلة مش في سدة أو مفيش سدة. زي ما حضراتكم شايفين بنرجع طبعا الكاوتشة مكانها وبنربط الصامولة عليها كويس علشان ما يبقاش فيه تسريب مية، وبنركب طبعا الكاوتشات تاني بعد ما خلعناها. زي ما حضراتكم شايفين دي الكاوتشة اللي بتودي المية على الطرمبة الطرد. طبعا ده ممكن يقابلنا كتير في الغسالات، اي غسالة مش شرط التوشيبا بس، ان يحصل ان هو بينزل قطعة قماش صغيرة سواء كان شراب او اي قطعة اطفال صغيرة بين الحلتين فتعمل السدد ده. وبنركب الشداد على المجموعة تاني زي ما حضراتكم شايفين وبنجرب مع حضراتكم. يا ريت لو حضراتكم أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.